السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجينا لكم في فيديو جديد مع أحمد ومورا. النهاردة هنتكلم على تدهيل العقاب. ازاي هنبدأ رحلتنا في ان احنا ندهل العقاب. انا هعلمكم على مهرة انا دهلتها عشان نعرف نتعلم عليها سوا. تمام. هنبدأ ايه بقى؟ اول حاجة هنتعلم ازاي نمسك العقاب او الصقر، اي حاجة جرح عامة. فلازم نتعلم اول حاجه نوقف الطير على ايدينا ازاي. هنجيب الدس بتاعنا، وده اللي شرحناه في فيديو ان ده اهم حاجه في السقاره عامه، ان انت تقدر تمسك الطير او يقدر الطير يقف عليه. هنتكلم ازاي نوقف الطير من ما هو واقف كده، ازاي نجيبه على الدس. ليه طريقه، احنا مش مجرد ما هنشيل الطير كده وخلاص، لا، احنا لازم نتعلم اول حاجه. هنحط ايدينا في الدس زي كده، وهنجيب الدس كده نجيبه ورا الطير كده اهو. هنبدا ايدينا اهي زي ما انتم شايفين، ايدينا كده بتزق رجل الطير كده. اطلع يا مهره، يلا يا مهره، بص، نقلت بالرجل دي، اروح رافع سنه، تروح مهره واقفه كده اهو. يبقى كده نتعلم ازاي نوقف الطير على الدس من غير ما نشيله عشان غلط. هنبدأ ننزله. هننزل مهرة كده اهو. يلا يا مهرة انزلي. هنرجع رجليها، هي كده كده هترجع مع الوقت بس هي لسه متعودتش. فهنرجع رجليها مثلا كده. مهرة مش عايزة تنزل، هنرجعها كده اهو. طلعت، هي هتنقل مجرد ما تحس ان الوقر امان، هي هتبدأ تنقل. تمام. يبقى كده هنجيب مهرة تاني على الدس. هنرجع ايدينا ورا ظهر الطير، او حتى لو عايزين نخلي حد اصحابنا يمسك الطير، هنجيب ايدينا من ظهره على طول كده كده، ونروح زقين بايدينا سنه بسيطه. يلا يا مهره اطلعي، اطلعي يا مهره كده اهو. بس طبعا السبوق معاكس مهره، فهنرفعها كده اهو. تمام. كده اتعلمنا ازاي نطلع الطير على الدس. تاني حاجة هنتعلمها إن إحنا نلف السبوق إزاي على صوابعنا، بحيث إن الرجل دي مهرة أو أي عقاب أو أي طير ما يعرفش يخبطك برجله. وده سلاح قوي زي ما انتوا شايفين كده. عندها مخالب بيتكون من واحد اتنين تلاتة أربعة، وده أقوى مخلب عندها. زي ما انتوا شايفين كده، ده أقوى مخلب عندها، ده اللي بتقفل عليه بالفريسة. دلوقتي هنتعلم ازاي ان هي ما تخليش رجلها دي تضربنا بيها. هنروح واخدين السبوق كده، حاطين، اطلع يا مهرة كده، هنروح حاطينه هنا اهو. هنا اهو كده، يبقى احنا حطيناه في قبضة ايدينا، ونروح لافين كده واخدينه زي كده كده اهو كده، بحيث ان احنا، او نمسكه كده بحيث ان احنا نبقى شادين السبوق، بحيث ان ما تعرفش تحرك رجليها. كل ما تيجي تحرك رجليها، لا، انا شد السبوق كده اهو. دلوقتي هنبدأ ان انا اشيل البرقع واوريكم ازاي بنتعامل معاها. بصوا معايا، نشيل البرقع بالراحة خالص كده. مهرة كده، انا دهلت مهرة في ظرف اسبوع والحمد لله يعني. هنتعلم ازاي مع بعض. اول حاجة العقاب بيبقى جاي وحش، جاي بيضرب برجليه، جاي بيضرب ببق بمنقاره، الكلام ده كله. والضربة بتاعتها بتزعل يعني، بتعور زي كده. وهي على فكرة هي لغاية دلوقتي لسه بتعض، ما اتدهلتش زي ما انتم شايفين. لازم ناخد بالنا جدا من وشنا. العقبان لما بتلاقي ان خلاص ايدك هي مش عارفه تعمل لها حاجه، تبدا تقرب لوشك. دي بتبقى عاده سيئه، ولو تعود ان هو يضربك في وشك جاب الدم لا قدر الله، هيبدا يعورك. فنخلي بالنا جدا. المهره بدات تبص لي، بدات تلاحظ المكان، تبص على المكان عشان تطمن وكده. هتبدا دلوقتي، احنا مثلا ده لسه جاي وحش، ما شاء الله، ما شاء الله مهره. هنبدا دلوقتي نبص على مهره. بص، خليها رد فعلها، نشوف بس رد فعلها. ماشي كده، تعملها على المتابعين. ماشي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدأ ندهن مهرة. انا مش عايز اصغي في العقاب، مش بنيجي من ورا ظهر الطير، لا. احنا دلوقتي الطير اهو في ايدينا لسه واحد، بيجي مثلا، هو هيعض كل حاجة. اهم حاجة انه ما يخلوش لو عضك، ما ردلوش الاساءة. ما خلوش يعني هو لو عضني،
انا ما اضربوش، لا هو ده طير جارح كده كده لازم يقعد. فهنبدا نعمل ايه بقى؟ ايدينا اهي، نبدا ان احنا بسرعه كده بحيث ان ايه ما تلحقش طول ايدينا. نبدا نحس لها هنا كده على دماغها كده. هي طبعا مش قابله ازاي انت تمد ايدك. هنبدا نملس على الطير كده اهو. هقفل ايدي كده واحسس على الطير. ليه بقى في ايدي كده؟ عشان المنقار لما بتيجي تعض هيتزحلق في الحته بتاعت القبضه دي. يعني زي كده اهو. نبدا شوف، هي برده ممكن تكون عايز تضرب برجليها، فاحنا بنشد السبوق جامد. انا راح اعمل لها كده كده. ده رحله تدريب الطير وتدهيله، ان انت تخلي العقاب واقف على ايدك او اي طير جارح واقف هادي جدا. الحركه دي كلهم بيحبوها في اغلب الطيور، ان انت تفضل تحسس لهم من ورا دماغهم كده. طبعا هي هديت خالص. فهي بالنسبه لها الحركه دي مثلا، هي دلوقتي لسه انا فكك البرع، فهي دلوقتي عايزه تلعب، او بمعنى صح عايز تكفخ تطير وتروح في كل حته في البيت وكده. فاحنا نبدا ان احنا نحس عليها، نبدا زي ما انتم شايفين كده هي في اجزاء مش عايزه ان احنا نلمسها، فان احنا لازم نلمسها غصب عنها. وده بيخليها تتعود ان احنا نقدر نلمسها في اي حته من جسمها. هي زي ما انتم شايفين هي عايزه تشيل السبوق، لان خلاص عرفت ان احنا ايه، ما خلاص عرفت ان احنا مفيش ان احنا مش هنأذيها، وفي نفس الوقت هي مش هتعرف تأذينا. فهي دلوقتي مثلا ممكن تكون عايزه تعض السبوق الكلام ده كله، فاحنا ممكن نعمل كده. نعمل كده نبدأ نحسس على كل جسم في الطير. واهم حاجه لو جه يعضنا ما نشيلش ايدينا، لا بالعكس انت زق ايدك جوه بقه. مش هيلحق يعضك، مش هيلحق يعمل لك اي جروح. انا لازم احسس كده على جسم الطير كله، لازم اوريله ان انا خلاص اقدر اتحكم فيك في اي حته. وهو هيضرب وهيعض وهيعمل كل حاجه، عشان بس تبقوا عارفين. لكن لازم نتعود. هو طبعا عايزه تطير لان انا بدات المس جسمها كله، جسم الطير كله. فهي خلاص عرفت ان هي مش هتعرف تعضني، فهي عايزه تروح في اي حته تانيه، او عرفت ان العضه بتاعتها ما بتجيبش نتيجه معايا. احنا نبدا نحسس على رجل الطير، نبدا نخلي بالنا اهم حاجه من مخالبه، نبدا نوريله ان احنا مش خايفين منه. خلاص. واهم حاجه، ودي نقطه المهمه، ان الطير وانت لسه جايب وحش لازم يشوف شخصيتك، لانه بيقرا شخصيه اللي قدامه كويس. لو عرف ان انت جبان هيفضل يضرب فيك. لكن لو شخصيتك قويه اعرف ان هو مش هيقدر عليك، وانت هتقدر تحكم عليه على طول. طبعا هي عايز تكفخ، الحركه دي تعملها كتير. فاحنا نعمل ايه؟ مثلا لو هي عايز تكفخ اروح محرك ايدي، فتروح هي تبقى عايز تقف على الدس تاني. تمام تمام. يبقى احنا عرفنا ازاي نتعامل مع الطير. لازم اهم حاجه نحسس عليه كده كويس، حتى لو هيعضنا ما نشيلش ايدينا. انا بدات احط ايدي على كل جسمها زي كده اهو، لغايه ما الطير هديت. الحمد لله يعني والفضل لله. كملتش اسبوع معانا مهره، كملتش اسبوع خالص وهديت. وهنتعرف على الخطوه الثانيه في تدريب الطير. يبقى احنا اول حاجه عندنا في تدريب الطير ان احنا ندهله. دي اهم خطوه لازم تبداها مع الطير، لازم تبني ثقه بينك وبينه. طبعا هي عايز تكفخ فانا بلحقها، لازم الثقه دي تتبني بينك وبينها. تاني حاجه هنتعلمها في فيديو جديد، ان احنا ازاي نجيب الطيره دعوه، وازاي نعودها ان هي تاكل مننا، تاكل من ايدينا احنا. تمام. ونعلمها ازاي ان هي تيجي دعوه، يعني تيجي طيران على الدس وكده. تمام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في مملكة الجوارح مع أحمد ومهرة.